بتحس دايما ان تمرينة الرجل مملة وبتعمل لها سكيب؟ تعالى اديك 4 تمارين بس تستهدف بيهم الرجل بشكل كامل من غير اي فزلكة. احنا في يوم الرجل بنحتاج نمرن الاماميات والخلفيات والسمانة والجلوتس وعضلات الادكتورز. بالنسبة للأماميات اسمها كوادريسيبس لأنها 4 عضلات مش عضلة واحدة. كواد يعني 4 باللاتيني، وعشان تستهدف الأماميات لازم تعمل حركة اسمها ني اكستنشن اللي هي فرد مفصل الركبة. الحركة دي بتحصل معاك في جهاز الليج اكستنشن وفي تمارين الاسكوات، أيا يكن سكوات بالبار أو ماشين أو على الليج بريس. طيب إيه الفرق بين إني أتمرن على الليج اكستنشن أو السكوات؟ وإيه الأفضل بينهم يا كوتش؟ أنت كواحد مش بتحب تكتر تمارين وعايز تمشي حالك، الليج اكستنشن هيكون كافي ليك للأماميات. طيب والسكوات يا كوتش ما نلعبهوش؟ لا طبعا، انك تنوع بين السكوات والليج اكستنشن هيكون افضل اختيار اكيد. بس لو ما عندكش وقت وعندك الاماميات ضعيفة وهدفك تركز عليها، فالليج اكستنشن هيكون افضل اختيار ليك، لانك هتعزل الاماميات وتركز عليهم من غير ما تدخل اي عضلات تانية مساعدة معاك. ولو انت عندك وقت وحابب تضيف تمرين السكوات، تقدر تلعب مجموعتين ليج اكستنشن ومجموعتين سكوات، وده الافضل. طيب لو هلعب سكوات على جهاز الليج بريس، اخلي رجلي فوق ولا تحت؟ النقطة دي راجعة لهدفك. لو عايز تركز على الأماميات في التمرين ده، هتخلي رجلك تحت. الحركة دي هتزود من فرد الركبة اللي هي الني اكستنشن، ودي المسؤولة عن تمرين عضلات الأماميات زي ما قلنا في أول الفيديو. طيب لو رجلك فوق بيحصل إيه؟ أنت هنا بتقلل من فرد الركبة وبتزود من حركة فرد الحوض اللي هي الهيب اكستنشن، ودي الحركة المسؤولة عن تمرين الجلوتس والخلفيات. هنشرح الحركة دي بشكل مفصل كمان شوية وهتفهمها أكتر. فلو عايز تزود من تركيزك على الأماميات، هتخلي رجلك تحت، ولو حابب تشغل الجلوتس معاك بشكل أكبر، ارفع رجلك فوق. ده كده بالنسبة للأماميات. بالنسبة للخلفيات، عندك حركتين مسؤولين عن تمرين الخلفيات. أول حركة عندنا حركة الني فليكشن، ثني الركبة، ودي عكس حركة الأماميات. الحركة دي شغالة معاك في تمرين الليج كيرل. وعندك حركة تاني بتشغل الخلفيات، حركة الهيب اكستنشن اللي هي فرد الحوض بتاعك. الحركة دي شغالة معاك في تمرين الديد ليفت. فلو حابب تركز على الخلفيات وتعزلها لوحدها، تمرين الليج كيرل هيكون كافي للخلفيات. ده بالنسبة للخلفيات. تعال بقى ندخل على السمانة. الحركة اللي بنستهدف بيها السمانة اسمها بلانتر فليكشن، ودي بتعملها لما بتقف على صوابع رجلك، والأفضل تتمرنها وانت واقف. طيب يا كوتشي، ليه الأفضل أتمرنها وانا واقف؟ ايه السبب؟ تعال أعرفك السبب يا دبابة. في البحث ده جابوا 40 شخص وخلوا كل واحد يلعب رجل وهو قاعد والرجل التانية وهو واقف، ونتيجة البحث إن الرجل اللي اتمرنت السمانة وهي واقفة زادت أكتر من الضعف عن الرجل اللي اتمرنت السمانة وهي قاعدة. فده السبب يا دبابة. طيب يا كوتش، أنا ما عنديش جهاز ألعب عليه وأنا واقف. العب على السميث أو على الليج بريس عادي. ده بالنسبة للسمانة يا دبابة. طيب بالنسبة للجلوتس يا كوتش، نتمرن لها ايه؟ عندنا الحركة المسؤولة عن تمرين الجلوتس اسمها هيب اكستنشن، فرد الحوض، ودي بتشتغل معاك في تمارين السكوات وكمان في الديد ليفت. عشان تركز عليها بشكل أساسي، عندك تمرين ال RDL. فلو ركزت على تمرين ال RDL ولعبته صح، هيكون كافي ليك للجلوتس بإذن الله. فأنت كده عندك ال4 تمارين دول تقدر تعتمد عليهم بشكل كامل يوم الرجل. طيب يا كوتش، لو أنا بحب أهتم بيوم الرجل وعايز أزود تمارين، أركز على إيه؟ تقدر تضيف تمرين لعضلات الأدكتورز. الحركة المسؤولة عن تمرين عضلات الضمة اسمها الهيب أدكشن، ودي اللي بيحصل فيها ضم رجلك للداخل بالشكل ده. عندك ماشين تقدر تتمرن عليها، ولو مش متاحة عندك الجهاز تقدر تمرنها على الكيبل. فانت تقدر تزود التمرين ده معاك لو بتحب تركز على الرجل. وبكده نكون الحمد لله خلصنا شرح عضلات الرجل بالكامل. بإذن الله هنعمل سلسلة كاملة عن أنظمة التمرين الفترة الجاية، وأعرفك إيه أفضل نظام مناسب ليك وإزاي تقسم تمارينك بشكل صحيح. ولو استفدت من فيديو النهاردة، ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد يا دبابة. السلام.